كريسبي تشيكن أو الدجاج المقرمش. وحبي القرمشة ما تزبيوش، أكادوا معايا راح نقدم معكم أحسن وألذ وصفة لأصابع الدجاج المقرمشة. نتمنى أن هالوصفة راح تعجبكم. نبداو إذن بسم الله. أول شي راح نحضر التتبيلة. نجيبو إذن أول شي راح نجيبو هالفرماج تحتيني بذوق الثوم اللي عنده الثوم. نجيب علبة منه، نضيف عليه حوالي ملعقة صغيرة من كيتشاب، ملعقة صغيرة من الخردل من الموتار، نضيف عليه حبة بيض كاملة، ونضيف عليه أيضا مكعب مرق الدجاج. اللي ما يحبش يستعمل هذا المكعب يعوضه كما نقول لكم دائما بالملح. نضيف عليه رشة من الفلفل الأسود ورشة من الزنجبيل. هنا جبت أيضا توابل الدجاج. نضيف عليه حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو العكري. نخلط هذه المكونات. راح نجيب لاكريم فريش، نضيف حوالي فنجان صغير من لاكريم فريش أو الكريمة الطازجة. ثم راح نكمل يعني نرقق هذا لاباراي بالحليب. نضيف أيضا حوالي فنجان صغير من الحليب. ثم نجيب كاس ماشي معمر من فرينة ونضيف إلى هذا الخليط. نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل ونخليها على الجهة. من جهة واحدة أخرى راح نجيب كمية من الفرينة، حوالي كاس من الفرينة أو الدقيق، ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو ونصف ملعقة من الملح وكمية صغيرة من الأعشاب العطرية أو ليزيرب دو بروفونس. نخلط هذه المكونات حتى جانس، نخلطها جيدا ونخليها على الجهة. من جهة أخرى راح نحضر لاشابيور. نجيب هذاك لاباراي وراح نحط فيه سكالوب مقطع شرائح رقيقة. لازم تكون هذه الشرائح رقيقة باش تبنى من الداخل كي نقليوها. إذا نحط الشرائح تاعنا في هذاك لاباراي وراح نخليها على الأقل نصف ساعة. هنا بعد ما ريحت نصف ساعة راح نحي شرائح الدجاج تاعنا، راح نصفيهم من هذيك تتبيلة. ثم نجيب الفرينة نرمد فيها شرائح سكالوب تاعنا، ثم نرجعهم في هذاك لاباراي اللي قعدلنا، ثم نرمدها في لاشابليو. إذا نكمل جميع الشرائح بنفس الطريقة كما قلت لكم. نديروها في الفرينة ومن بعد في التتبيلة ومن بعد نرجعها في لاشابليو. نسخن هنا الزيت وراح نحط الشرائح تاعنا باش يتفلو. نخليها تتحمر مليح ونقلبها، وراح نكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة، يعني ما تخويوش على النار حتى يطيب الدجاج من الداخل. وهذه هي النتيجة. الدجاج مقرمش. نقدر نرافقو هكذا بالبطاطا المقلية ولا سلاد مع اون صوص تاع التغماس، ولا تخدميه مع اون سوب. هنا قدمته به حسب الدجاج، يعني نبقاو في نفس لو تيم. وهذه هي الوصفة تاع اليوم. نتمنى انها نالت